شائعه سافرت من جيل لجيل زي الشنطه اللي فيها دايما سندوتش بيضه مسلوقه، بيقولوا ان ذاكره السمكه 3 ثواني. بس تعالى نسال نفسنا، هو انت شفت سمكه نسيت؟ ولا احنا اللي صدقنا الكذبه وبقينا بنرمي اللوم على الغلبانه دي وكل شويه نقول سيبك منها دي حتى ذاكرتها 3 ثواني؟ بس علماء النفس العصبيين والبيولوجيين قالوا ستوب بقى يا جماعه، ظلمتوا السمكه. الدكتوره لينسي نيدون من جامعه ليفربول في انجلترا عملت دراسه على السمك واكتشفت ان عندهم قدره على التذكر بتوصل لاكتر من 5 شهور. يعني السمكه ممكن تفتكر مكان الاكل، او لو حصل لها موقف مؤلم زي لسعه كهرباء خفيفه في التجربه تبعد عنه تاني في نفسها. والمصيبه اننا كبني ادمين بننسى الباسورد بتاع الايميل كل يومين. كمان في دراسه تانية سنه 2014 من جامعه ماكفيل في كندا عملوا تدريب لسمك على انهم يعدوا اوقات معينه لياخدوا الاكل، والسمك اتعلم فعلا بيجي في الميعاد المظبوط وكانهم بيصحوا على صوت منبه. يعني عندهم احساس بالوقت وذاكره. وده بيقودنا لسؤال وجودي، هو مين فينا اللي ذاكرته 3 ثواني؟ السمكه ولا اللي بيخش اوضه ويقف يقول انا كنت جاي اعمل ايه؟ فاللي جاي يقول لك ذاكره السمك وكانه بيشتمك، قول له يا عم ده السمك بيذاكر اكتر منك وما بيسيبش المعلومه تطير. خاف على نفسك بقى من ان السمك هتسبقك في الكارير.